بالنسبة للمقادير عندنا واحد الكيلو ديال الدقيق خاص بالحلويات، يعني دقيق نوعية ممتازة. غنضيفو ليه معلقة كبيرة ديال القرفة، معلقة كبيرة تاع النافع، واحد ساشية ديال زهرة البرتقال تعطي واحد النسمة زوينة، وعندنا شوية ديال المسكة حرة دقيتها مع شوية الملحة، راس معلقة ديال الخميرة ديال الخبز، وعندنا واحد الكاس ديال الزنجلان مصهد ومطحون مزيان تيتعلك، وساشي ديال خميرة الحلويات. غير المقادير هادو غادي ندخلهم في الدقيق، غنخدم هاد النواشف مزيان مزيان مع الدقيق مزيان، غنخدمهم ندخلهم في الدقيق، ومن بعد غادي نبقى نضيف السوائل. بالنسبة لهاد المرحلة البنات، إلا كان عندكم الوقت صافي تخلطوا هاد النواشف مزيان وتغطيوهم وتخليهم ليلة كاملة حتى الصباح، عاد تزيد عليهم السوائل وتجمع العجينة تعطي نتيجة أحسن. ما كانش الوقت ماشي مشكل، راني خلط عليه مباشرة. ديك الساعات صافي خلطت النواشف مزيان دلكتهم، وضفت ليهم السوائل. عندي كاس ديال الزبدة اللي خليتها دابت حتى تبدل ليها اللون ديالها، كاس ديال الزيت. خديت كاسرونه وضفت لها واحد الكاس وربع ديال الماء زهر، ونص كاس ديال الخل، واحد الطامه ديال ودوبت فيهم واحد الطامه ديال الزعفران، وغادي نسخنهم شويه يدفاو ليا فوق البوطه. صافي بعد ما دفاو غادي نضيفهم العجين ديالي نجمع بهم العجين. بالنسبه هاد الخل والماء زهر غنبقى نضيف بشوي بشوي حتى تجمع ليا العجين. العجينه خاصها تكون ما تكونش بحال ديال الخبز، يعني تكون واقفه شويه قاصحه.